اختار لحضراتكم لكل العملاء اللي موجودين خارج مصر او داخل مصر اللي بيسالوني دايما على منطقه الساحل الشمالي. انا بصراحه قعدت اعمل بحث الفتره اللي فاتت دي عشان اوصل ان انا اعمل ريفيو لاقوى مشروع بيقدر ان هو يقدم لك اعلى جوده بسعر كويس بمطور قوي جدا. فيعني كان اختياري طبعا الاول لشركه القمزي. الاونر لشركه القمزي يبقى الشيخ عبد الله القمزي، وده يبقى من رجال الاعمال الاماراتيين بحجم استثمارات دخل بيه السوق المصري بمشروع قوي جدا في الساحل الشمالي سي سيزن، وده يبقى منتجع سياحي موجود في اقوى منطقه في منطقه الساحل. فده المشروع الاول لشركه القمزي. المشروع الثاني بتاعهم يبقى كوزي كومباوند في اقوى منطقه في التجمع الخامس، وده برضو انا هشرحه في الفيديو ده. ومواعيد التسليم للمشروعين هتبقى 3 سنين ونص. معانا الاستاذه دينا سعد سيلز مانجر في شركه القمزي، هتشرح لنا كل التفاصيل الخاصه بالمنتجع ده لكل العملاء اللي بيتواصلوا معايا وبيبقوا عايزين يعرفوا ايه افضل المشروعات اللي يقدروا يشتروا فيها في منطقه الساحل الشمالي. بكل ثقه بقولها لحضرتك انه مستقبله كبير جدا، وان اللي هيشتري هنا هيكسب. وده مش كلام بقوله عشان انا موجود والله في الشركه، لكن كل التفاصيل اللي موجوده الخاصه بالمنتجع ده بتخليه فعلا يتفوق على مشروعات كتيره جدا موجوده في الساحل باسعار افتتاحيه باستلام بعد 3 سنين ونص. فالاستاذه دينا بقى هتشرح لنا كل التفاصيل الخاصه بالاسعار بالمساحات باللوكيشنز، احنا فين في الساحل، كل حاجه. التفاصيل دلوقتي. اولا احنا في طريق الضبعه، احنا في الكيلو 170 بالظبط. احنا اهم حاجه بتميزنا اللوكيشن. احنا في النص بالظبط ما بين لا فيستا باي ووتر واي، يعني انت سور في سور مع لا فيستا باي وسور في سور مع ووتر واي، مع البيج نيمز. مع البيج نيمز بالظبط. انت عندك مساحه المشروع 204 فدان، مبني على مساحه 13% من اجمالي البروجكت كله. مبني على مساحه 13% من ال 204 فدان. جميل قوي. والباقي كله؟ الباقي كله عندك جرينري ووتر فيتشرز. جميل. انت عندك عرض الشاطئ 690 متر. 690 يس. ممهد، مفيش صخور، مفيش اي حاجه خالص. عندك الكلام ده كله، وهديك برضو فيديو ممكن برضو ان احنا نعرضه للبحر. حلو. وعندي عمق البروجكت عباره عن كيلو وربع. حلو. البروجكت كله عندي ستايل مصاطب، الفرق بين كل مصطبه والثانيه 7 متر، وتشيز هتلاقي ان انت عندك اليونتس كلها بالكامل مينلي سي فيو. يعني اللي ورا خالص عندي لحد المصطبه اللي قبل الاخيره بيبقى كاشف البحر كله، بيبقى شايف البحر. مظبوط. طيب قول لنا بقى. انا عندي الكومباوند كله المصطبه ستايل الاولى مصاطب. المصطبه الاولانيه مينلي بتبقى عندي ما بين توين وبعض التاونز والثلاثه تايبس بتوع الستاند الونز فيلز. جميل. اوكي. بعد كده المصطبه الثانيه عندي بتبقى اخده الشيب ده كده، دي بتبقى على ارتفاع 14 متر من سطح البحر، ودي برده بتبقى عندي كلها فيلل. تمام. باجي عند المصطبه الثالثه اللي هي على ارتفاع 21 متر، وبتبقى فيلل متنوعه ما بين تاون وتوين وستاند الونز فيلز. فانت كده عندك تقريبا 50% من المشروع بيعتبر فيلل بس. جميل قوي. ببدا من المصطبه الرابعه الشاليهات. انت عندك اللاين ده مصطبه، اللاين ده مصطبه، اللاين ده مصطبه، 7 متر 7 متر 7 متر. حلو. انت عندك المصطبه الرابعه والمصطبه الخامسه، دول بيبقوا زيهم زي الفيلل بالظبط، الجي بلس 1. الارتفاع عندك جي بلس 1، يا اما ار دي بجنينه 3 اوض نوم، او جي بلاكس 4 اوض نوم بنت هاوس، بيبقى دايركتلي سي فيو على طول. طيب هنا وفي نفس الوقت ان انا على اول مصطبه ديت رحت حاطه على طول على كل الووتر فيتشرز ديت الشاليهات التو بادرومز، عشان تبقى شايفه ووتر فيتشرز وفي نفس الوقت تبقى شايف من الريسبشن السي فيو كله اتجاه البحر كده بالظبط كده. جميل. عندي المصطبه ديت بنوعها ما بين 2 و 3 و 4 بادرومز لحد ما بوصل للمصطبه اللي قبل الاخيره، ودي بتبقى اعلى ارتفاع، بتبقى على ارتفاع 67 متر من سطح البحر. فانت متخيل الفيو عندك بيبقى عامل ازاي، انت كاشف كل الفيلز بالشاليهات بالووتر فيتشرز كلها قدامك دايركتلي سي فيو. جميل. باجي عند المصطبه الاخيره دي بنزل على مستوى الارض، فدي اللي مش بتشوف البحر، ودي اللي انا معوضاها باكبر لاجون. ما انا واخد بالي بقى بالظبط. وويفز بول اكزاكتلي زي بتاع جي دبليو ماريوت، اللي هو ارتفاع الويف الواحده بيوصل ل 3 متر ونص، ومنطقه الملاعب والكوميرشال اريا. جميل. وده الطريق، وده الطريق، بس ده مش الطريق الرئيسي. انت كده كده بتدخل 2 كيلو عمق جوه زي لافيستا وزي ووتر واي. حلو.
طيب تمام. نمسكها عندي بقى جوه- من الاول، مساحات واسعار. هقول لك بس قبل المساحات والاسعار، انا عندي 3 كلاب هاوسز هيبقى مينلي فيهم كل الفاسيلتيز اللي هو ممكن يحتاجها، وبزود عليها كمان اندور بول، وبيبقى هيتد طول السنه عشان لو هو عايز يستفيد از انفست او از رنتنج ان هو يقدر ان هو يستفيد طول السنه. طيب حلو قوي. تمام. ماشي. طيب انا عندي اليونتس كلها بتستارت من شاليهات 2 او 3 او 4 bedrooms، وعندي تاون وتوين وثلاثه تايبس من الستاند الونز فيلز. هي جميل. كل اليونتس مينلي افيلبل. الستارتنج سبيس عندي بتبقى من 90 متر ده للغرفه. للغرفتين. انا ما عنديش غرفه، عندي بستارت من غرفتين اللي هي ده 90 90 متر. كل التايبس بالكامل سواء فيلل سواء شاليهات انا بسلمها متشطبه بالتكييفات والمطبخ. متشطبه بالكامل. متشطبه بالكامل بالتكييفات والمطبخ. طيب حلو. العقد طيب مكتوب فيه مستوى التشطيب عامل ازاي؟ مكتوب فيه بالتفصيل هيستلم ازاي من جوه. طب جميل. نبتدي بقى من هنا، من المصطبه الاولى. عايز أنت اعرف عندك- الاسعار، احنا بنتكلم هنا في كام؟ طيب وهنا انا از والمساحات. رينج، خلينا نتكلم از رينج. انا عندي الستاند الونز فيلز بتستارت، التايب الصغير بيستارت معاك ستاند الون فيلا في المصطبه الاولانيه بتتكلم از رينج من 10 مليون. ماشي. which is دي برايسز طبعا انت الادرى، ما فيش اصلا البرايسز ديت مش موجوده في السوق خالص. وبنزل لحد ما بوصل للتو bedrooms، انت بتتكلم ان احنا تقريبا ستارتنج برايس من 2.8 2 مليون و800. 2 مليون 800 لحد الستاند الونز فيلز اللي هي التايب الصغير بيستارت معايا من 10 مليون. انا عندي الاستلام بيبقى بعد 3 سنين ونص للمرحله الاولانيه. البيمنت بلان عندك 10% مقدم والباقي على 8 سنين ايكوال انستولمنت. ايكوال. والصيانه 10. والصيانه بتبقى 8%. 8% 8% بتبقى قبل الاستلام ب6 شهور. ب6 شهور. Yes. طيب في اي فيز تاني العميل بيدفعها غير الصيانه؟ مفيش اي فيس ثانيه، مفيش خالص. كل الفاسيلتيز بتبقى فور فري. ماشي. طيب عايزك برضو توضحي لي بصوره اكبر. انا عايز يونتس، يبقى العميل اللي بيتفرج على الفيديو يبقى شايف مثلا ان اليونتس هنا دي سعرها بيتراوح ما بين كام لكام. هل في نسبه تحميل؟ لا. مفيش. يعني كل المساحات اللي انت بتقوليها لي كل مساحات المساحات اللي انا نت. بقولها لك ديت بتبقى مساحات نت. مظبوط. نت، يعني دي اللي هيستلمها في مظبوط. اوتوكاد. مظبوط. طيب عايز برضو الغرفتين سعرهم كام، والثلاث غرف والارضي بجاردن للشاليهات، وبالنسبه للتاون والتوين كمساحات واسعار برضو. طيب انا عندي الشاليهات زي ما قلت لك، الاوضتين نوم بيبقى ما بين 90 ل 95 متر. جميل. اوكي، وده بستارت من 2 مليون 800. من 2800 مظبوط. بيوصل لحد بيوصل لو عندي ارضي بجنينه ممكن يوصل معايا لحد 3804، لان انا عندي اصغر مساحه جنينه 138 متر. لان انا زي ما قلت لك احنا 138 بانيين على مساحه 13% من اجمالي المشروع، فانا عندي مساحه الجرينري كبيره قوي. حلو قوي. طيب تمام. ده كده لو- بالنسبه للغرفتين. مظبوط. لو بتكلم على الثلاث غرف نوم بتبقى عندي ما بين 125 متر ل 135 متر، اللي بيفرق فيهم الناني روم بالتويلت. جميل. اوكي. السعر بستارت بتاعها برايس من 3.2 3 مليون و200 3 مليون 200 لحد اعلى حاجه خالص. لو بتكلم على الجي بلس 1 هنا لو بياخد ارضي بجنينه دايركتلي سي فيو ممكن توصل ل 5 200 5 ونص. ومساحه الجاردن كام؟ مساحه الجاردن بتستارت من 140 متر. من 140 متر. مظبوط. طيب. ممكن توصل معايا لحد 220 متر. طيب بالنسبه للشاليه الاربع غرف، ده بيبقى اللي هو الدوبلاكس. هنا بيبقى برضو في العمارات الجي بلس 1 بيبقى كله بنت هاوسز، اول بالروف. اول بالروف اول بتاعه. بروف. مظبوط. يعني الاربع غرف في المشروع كله. المشروع كله بنت هاوس، بيبقى اول بنت هاوس. بروف في العمارات اللي هي الجي بلس 1. حلو. سعره انت بتتكلم برضو في رينج من 5 ل 5 ونص. من 5 ل 5 ونص او 5 700 از ماكسيمم لو دايركتلي سي فيو. ماشي. طب بالنسبه للفلل، طيب الفيلل عندي التاون هتلاقيها نفس تقريبا رينج البرايسز بتاع الجيبلاكس والارضي بجنينه في الجي بلس 1. يعني انت عندك التاون هاوس في اول 3 مصاطب انت بتتكلم في رينج 5 مليون ونص للتاون هاوس. بيوصل معايا لحد توصل معاك لحد 6800 او 7 ماكسيمم، ده ان كيس لو هو كورنر. طيب المساحات في التاون 170 و175 بس. بس. ده- 170 ميدل و175 للكورنر. حضراتكم دي المساحه اللي هي اللي حضرتك هتستلم عليها، يعني مش لسه هتخصم نسبه تحميل. طيب ليه العميل يشتري في القمزي دلوقتي؟ طيب ليه يشتري بدون في- تحيز بس. طيب ليه يشتري في القمزي دلوقتي؟ عشان اولا وثانيا وثالثا لوكيشن. انت النهارده بتختار مين اكبر ديفلوبرز النهارده وانت في وسطهم. انت النهارده صح. لما تبقى اللوكيشن انا في النص بالظبط ما بين لافيستا باي وما بين ووتر واي which is دي بتعتبر اكبر سيلينج صح. بوينت عندك. فعلا. تاني حاجه النهارده انا لما اخد على مساحه عرض الشاطئ 690 متر، قولي النهارده مين النهارده عندك كومباوندز في الساحل عنده عرض الشاطئ ده؟
ماشي. اوكي. هو في بس الأهم ماشي. من كل ده، الاهم من كل ده البرايسز. اه. انت النهارده البرايس اللي نازلين بيها از فيز 1، لا هي بقى دي انا يعني دي اراهنك حقيقة. ان هي مش موجوده. لاني ان انا اعمل ريفيو لحضراتكم عن المشروع سي سيزن الخاص بالكامزي، ان انا فعلا لما قعدت اعمل بحث ومقارنه ما بينه وما بين البيج نيمز اللي حوالين منه، لقيت ان هو بيقدم برودكت بجوده عاليه، مطور نفسه كرجل اعمال اماراتي، هو بيشتغل في الكونستراكشن وشركه كبيره جدا، والعباءه الماليه بتاعته كبيره جدا، الاوراق الخاصه بالمشروع كلها سليمه كلها. ابتديتوا معانا حفر، القرار الوزاري مينلي بتاع التو بروجكتس، وبدانا كونستراكشن من 1/11. يعني انتوا بدانا شغالين شغل دلوقتي حاليا في الساحل. طيب بالنسبه لفيز 1 امتى الاستلام بتاعها؟ 3 سنين ونص. يعني لو هنا التاون هاوس ب 6 مليون، هو في منتجعات قريبه جدا منه ب 12 و13 و15 مليون. فطبعا ده اللي خلاني ان انا اجي وانظمه السداد ان العميل بيدفع 10% و8 سنين والباقي على 8 سنين اقساط متساويه وتسليم بعد 3 سنين ونص. فدي حاجه مميزه جدا. والساحل الشمالي طبعا انا مش محتاج ان انا اتكلم عن الساحل، لانه هو خلاص يعني احنا عدينا مرحله ان احنا نقول ايه اللي بيحصل في الساحل. مظبوط. بس هو الساحل الدوله بتسعى ان هو يبقى شغال طول السنه، يبقى زي مدن كتير موجوده، وسبيشالي الجامعات دلوقتي كلها اللي افتتحوها والجامعات واللوكيشنز طبعا، واسم المطور القمزي. فانت محتاجه انك تقولي اي حاجه. طب يا دينا انا متهيألي احنا كده قلنا كل حاجه. وبرضه العقد لو عندك بتاعكم في اي مشاكل؟ زي اي كونتراكت، مفيش زي اي اي عقد زيادة. من المطورين الكبار مفيش اللي اي بند زياده. طيب ده كان ريفيو لسي سيزن. ده يبقى المنتجع الاول لشركه القمزي اللي موجود في الساحل الشمالي في الكيلو 170 مظبوط، قريب من طريق ضبعه، بينه وبين العلمين 70 كيلو. فاللي محتاج انه يعرف تفاصيل اكتر من حضراتكم يقدر يكلمني على رقم تليفوني اسفل الفيديو. واعمل دايما سبسكرايب للقناه بتاعتي، وتابع كل الجديد وافضل المشروعات اللي بحاول دايما اقدمها بناء على ترشيح مني ودراسه. انا لما بعمل اي ريفيو لاي مشروع تاكد ان انا دخلت وسالت واطمنت وبصيت على كل شيء، ولقيت فعلا ان اي ريفيو لما بعمله بحاول دايما يا استاذه دينا ان انا اقدم اعلى كواليتي في اعلى مشروع في كل منطقه. معروف عنك دايما يا اسلام. ربنا يخليك يا دينا يا رب، ونكون عند حسن ظنكم دايما ان شاء الله.